أعزائي أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا. أقول لكم الحقيقة، وهذه الحقيقة تعرفونها وتعيشونها معي ومع جميع الرياضيين في البلاد. أنا تراكمت علي المواضيع الرياضية، وفي حيرتي من نفسي كيف أصنفها وكيف أرتبها وكيف أتعرض إليها وأتناولها. هنالك ما يجري في كرة القدم، وهنالك ما يشاع ويشيع في باقي الرياضات، وهنالك ما يتعلق بالخصوص بكرة القدم الرسمية، أي المؤسساتية، أي جامعة كرة القدم. هنالك موضوع مهم يتعلق بنادي الوسيط وحماية الذاكرة الوطنية. هذا النادي الذي تعرض لنوبة اختراق وهو يعيش ربما آخر أيامه. أنا أقول الحقيقة، أنا لا أتوارى وراء النفاق، وهذا الموضوع ربما سيكون الحسم فيه في اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الأربعاء القادم بمدينة الدار البيضاء. وهل سأتكلم عن وداد الحماية أو وداد الأمة وما علاقته بالسياسة، أو أتكلم عن الصحافة الرياضية والفضوليين؟ سأختار وأنتقي الموضوع الأخير. وداد عهد الحماية لا علاقة لها بالسياسة. الصحافة الرياضية، هذا عنوان ثاني، الصحافة الرياضية ليست هي اللصوصية. أسأل بوضوح، هل الذين ينتمون إلى قبيلة الصحافة الرياضية الشاسعة الأطراف في المغرب نتأوا من كميات الصحافة، أو أحالتهم دور التكوين بالرباط على الصحافة بميزة قضاء 4 سنوات بيننا وكفى، أم ممن نبذتهم مؤسسات التعليم الفاشلة نحو صاحبة الجلالة السلطة الرديئة؟ أنا على شفا حفرة من الحمق أو الخلل الفهمي، وأنا أصطدم بنوع من الصحفيين أو بصحافي من أولئك الأراعيل والرعاليل أو المسترعلين كما أسميهم، حين كتب عن موضوع خلقه احتفال قدماء الوداد يوم الاثنين 8 مايو بالدار البيضاء، أو قل خلقه عبد الرحيم صابر رئيس ودادية قدماء اللاعبين. الصحافي في الحقيقة كتب ما يقدر على فهمه بشأن تاريخ الوداد وعلاقته بالسياسة، وكتب بما لا يعرفه في الصحافة، أي دهس الموضوع من الدار خارج القانون، قوانين التنزيل، حتى يتجنب الإشارة لمن كان له مزية إثارة الموضوع في بيت الوداد، أي في بيت ذلك الاحتفال، حتى أي الذي أثار الموضوع ينفي عن الوداد أي علاقة له بالسياسة في عهد الحماية. أكرر، ينفي أي علاقة للوداد بالسياسة في عهد الرياضة. أنا ذلك الشخص الذي أثار الموضوع والذي صدع بأعلى صوته أمام العشرات من الوداديين وغير الوداديين، وقال بأن الوداد بريئة مما يلصق بها من تهمة ممارسة الرياضة في عهد الحماية، إلى درجة أنني اتهمت من يمارس ذلك بأنه يكتب إنشاء لمعلمه في الصف الابتدائي، وهذا طيروا لشي وحدين وغادهم الحال. هذا معناه أن الحاج بن جلول، محمد بن جلول الله يرحمه، الذي أسس الوداد، كان حكيما في إدارته الوداد وعاقلا في علاقته برجالات الكرة الفرنسيين. هذه مسائل جدية، هذه مسائل قوية.
حتى لا يعطيهم الفرصة لكسر شوكة الوداد، أي أن الرجل كان شغله الشاغل هو أن تكبر الوداد، وأن لا تكون السياسة ثغرة يتسرب منها ما يمكن أن يضرب الوداد من الدار. والتعامل العادي بين المستعمر والمستعمر في الرياضة لا هو بخيانة ولا هو بمروق ولا هو جريمة. الفرنسيون هم من كتبوا قانون الوداد الأساسي. قانون الأساسي للوداد، يا اللي ما كتعرفوش الوداد بالخصوص كنتكلم مع الوداديين أو الذين يدعون بأنهم وداديون. الفرنسيون هم من كتبوا القانون الأساسي للوداد بفضل الحاج محمد بن جلول. الحاج محمد بن جلول كان في ثانوية مولاي يوسف، وكان كيلعب معاه واحد اللعاب في استاد ماروكان اسمه فرطاني، واستمرت الصداقة بينهما المفترقة من كولوج مولاي يوسف. ولما احتاجه الحاج محمد بن جلول وجد صعوبة في كتابة القانون الأساسي هو وأصحابه، مشى عند فرطاني، وفرطاني هو اللي كتب ليه القانون الأساسي للوداد. وروى لي أحد الصحفيين وهو يهودي عليه الرحمة، يهودي مغربي يسمى ليفي، كان يكتب عن الدراجات في لافيجي ماروكان، وهي جريدة كانت تصدر في الرباط، أن السيد بن جلول كان يقول للفرنسيين حين يثيرون موضوع علاقة الوداد بالأمير مولاي الحسن وبالوطنيين، كان كيقول لهم الوداد هو من يدخل إلى الميدان ليلعب الكرة وليس محمد الخامس أو علال الفاسي. نحن نلعب الكرة ولا نمارس السياسة لنتكلم عن الكرة. اسمع مني هذا أيها الصحفي الفضولي، اسمع مني هذه التبريرات. في الثلاثينات لم يكن هنالك مواطن مغربي يمارس السياسة سواء بالمفهوم العشوائي أو بالمفهوم المنظم. عاد نخبة قليلة جدا من المثقفين يقودهم الفاسيان المرحومان محمد بن الحسن الوزاني وعلى الفاسي. غير مقبول أن تكون الوداد مارست السياسة في غيبة عن الشعب وعن النخبة. الوداد في السبعينات كتمارس، شكون هذا اللي كان كيمارس السياسة؟ المواطنون المغاربة ومن جملتهم المواطنون الوداديون والبيضاويون تعاطوا للسياسة لما نفذ النفي في محمد الخامس سنة 1953. نزيد لكم، لو مارس الوداد السياسة في عهد الحماية لما سمح له الفرنسيون ولا سمحوا لولي العهد بالاقتراب من الوداد والاختلاط باللاعبين وتشجيعهم وربما تحفيزهم. هذا الجانب لا أعرف شيئا عنه. لو مارس الوداد السياسة لتعرض للإقصاء وخرجوه من العصبة. لو مارس الوداد السياسة لعرفوا كيف يقضمون قوته إربا. لو مارس الوداد السياسة لتخلى عنه الحاج محمد بن جلول، لأنه كان يؤمن بأن الرياضة رياضة ولها ميادينها، والسياسة سياسة ولها مجالاتها ورجالاتها، ولا علاقة بين هذا وذاك. لو مارس الوداد السياسة لما تنافس من أجل كأس السلطان محمد بن عرفة بعد نفي محمد الخامس. والفتح بدوره في الرباط، وهو فريق سياسيين من بعد، شارك في كأس السلطان محمد بن عرفة وفاز بها سنة 1954 وراح اصطاد ب2-1. أعود لصاحب الشقلبات والشعبطات فيما يستعصى عليه في الصحافة لأقول له: الصحافي العادي المبتدئ يا أخي يتعرض للخبر تحت طائلة القسم، تحت طائلة الجهر بالحقيقة، وأنت دلست على الحقيقة
وحنثت بالقسم. يا أخي من جهد فيما لا يدريه نال ما لا يرضيه. مديرك في الجريدة التي تتقوت منها لن يسمح لك بأن تعبث بالحقيقة، أنا أعرفه وهو يعرفني. إذن من الآن أنت تعتبر خارج تغطيتي، ولا تستحق أن ألتفت لابتسامة نفاق منك وأنت تهرول نحوي. أنا إلا ما قلتش الاسم كاين هنالك حساسية، وغادي يجي وقت وغنعطيكم واحد القائمة، ولكن نقول لكم جيبوهم لي أمامي باش ما نسمعش كنكذب عليهم. أولئك الذين أطعمتهم وقويت عضلات ماديتهم وعضلات وجودهم، عندهم دابا الفيلات وكاين اللي عندهم الملايير فيهم، خلقتهم من والو وكلهم تنكروا لي. نحن في المغرب أيها الإخوان حين نتسابق أو نتنافس نلجأ إلى إقصاء الخصم، ولا نمارس قدراتنا الفكرية والتربوية للتفوق عليه. لا نفكر سوى في كيفية إلغائه وإخراجه من خريطة المنافسة. واحد في التلفزيون واحد النهار قال لي السي الحسين إلى انت رجعت للتلفزيون أنا ما بقى لي ما ندير فيه، غادي نقلب على خدمة أخرى ولا نرجع لخدمتي الكاميرا فوق كتافي. هذا الموضوع هو موضوع حساس ولكنه مؤلم بالنسبة إليه. مجموعة كبيرة تسيطر الآن على الصحافة الرياضية. هذا العبد هو من خلقها وهو من أنقذها في وقت من الأوقات. وعندي الوثائق، كلهم عندي الوثائق ديالهم واحد واحد. اسمحوا لي إلى شخصنت هذه الفقرة الأخيرة، لأن لابد من أن التاريخ غادي يرفع عليها الحجاب وما يبقى حتى شي فار مخبي وراء الخابية أو شي سراق زيت مخبي وراء معون ولا قشعة ديال السمن ولا ديال الزيت. أصدقائي، موعدي معكم قريبا في موضوع آخر، وأعدكم بأنني لن أتأخر عليكم. إلى اللقاء.